بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهارده معانا صينية مشاوي حلوة قوي قوي قوي، احسن ما بناكلها من بره، بطريقة سهلة وبسيطة زي ما متعودين مع بعض، واحلى من المطعم الف مرة. هتقدري تعمليها في الفرن او على الفحم زي ما احنا عملنا. وكمان معانا سلطة الكول سلو بطريقة سهلة، عملناها مع بعض كتير جدا. وكمان سلطة بلدي بتاعتنا اللي احنا عارفينها بتاعت المشاوي، طريقة حلوة وسهلة وبسيطة. والفيديو النهاردة حلو قوي قوي ومكوناته سهلة وبسيطة. تعالوا بقى نستمتع بالمناظر الخلابة بتاعتنا زي ما احنا متعودين مع بعض، ونقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في كل حاجة احنا بنعملها. معانا بصل ومعانا ليمون ومعانا توم ومعانا فلفل، ومعانا طماطم ومعانا كوباية مية كده عشان الخلاط بتاعنا يشتغل. في الخلاط اهو ما قلناش كبة ولا اي حاجة. هننزل بالقرنين فلفل والطماطميتين زي ما احنا شايفين مع بعض. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. وهننزل بالبصل والثوم والليمون، البصل والثوم والليمون. طبعا هنا انا لسه ما ضفت الشطة ولا اي حاجة، ناخد بالنا من التركات والحركات. تعالوا بقى نشوف البهارات. معايا ملح وفلفل وكزبرة وشطة وكمون ومرق الدجاج وكركم وزعتر وحبهان. بس كده، بس كده. بهارات سهلة وبسيطة، وهنكتبها في في صندوق الوصف عشان كلنا نبقى عارفينها. هنخلط بقى كل ده ونرجع نكمل مع بعض. شايفين الريحة والألوان جميلة منتهى الجمال. الكركم صحي جدا جدا للناس اللي بتخاف من إضافة الكركم. الكركم صحي جدا جدا وبيدي لون حلو قوي. طبعا هنا أنا جايبة فرخة مقطعاها 15-20 قطعة كده. طبعا احنا النهاردة عارفين الفراخ سعرها كام، عندكم بكام؟ كل واحد يقول السعر. احنا عندنا مسكتها طبعا، نضفتها وقطعتها تقطيعة حلوة، وبعدين غسلتها وصفتها طبعا من المية بتاعتها. لازما الفراخ تتصفى كويس قوي من المية بتاعتها عشان ده اساس الريحة اللي بتبقى مش كويس. وهنزل بقى بالتتبيلة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طريقة بسيطة وسهلة. هضيف هنا ايه بقى؟ احنا طبعا ما ضفناش الاول القرن السبايسي، فهون هنا هنحط صوص حار او شطة حارة زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ونزود شوية لان الفراخ المشوية بالذات بتحب الحاجات اللي هي فيها سنة شطة. طبعا هنا انا عملت المية، حطيت مية حبة مية كده في الخلاط عشان اجيب كل اللي فيه، واعمل الفرخة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. اقلبها كده من فوق لتحت عشان تتشرب معايا التتبيل. طبعا هنا انا ولا سبتها من بالليل ولا اي حاجة، هم بس على ما حضرت الفحم وحضرت السلطات وعملت شوية حاجات كده في البيت ورحت شويتها على طول. ان هو بقى ما سبتهاش من بالليل ولا من الصبح لبالليل ولا من بالليل للصبح ولا الكلام ده كله. هم ساعة زمن وعلى الفحم على طول. طبعا هنا خلاص كله تمام زي ما احنا شايفين مع بعض. بلم بقى الجناب بتاعة البولة معايا عشان هحطها على التلاج. طبعا الجو برد، عايزة تحطيها على الرخامة ماشي، عايزة تحطيها في التلاجة ماشي، هو كده كده الجو برد. زي ما احنا شايفين الجمال والحلاوة، شايفين الألوان، الله على الحلاوة والروايح بقى. تعالوا بقى نعمل الكول سلو. طبعا هنا احنا كنا جايبين كرومباية كده حلوة، طبعا شلنا القلب بتاعها، ومعانا جزراية، ومعانا كوبايتين من الزبادي، وربع كوباية من المايونيز. تعالوا بقى نخلط ده كله، تعالوا بينا. خلطته طبعا في الكبة زي ما احنا شايفين الكرنب والجزر. هحط بقى الجزر على الكرنب مخلوطين في الكبة، ناخد بالنا. الجزر على الكرنب زي ما احنا شايفين، الجزر كتير شوية قليل شوية مش مشكلة خالص، طبق شهي جدا، والأطفال والكبار من عشاق الكول سلو.
طبعًا هنا أنا عملت طبق صغير جدًا، لإن كانت الكرنباية بتاعتي أنا جايباها أصلًا إن أنا أحشيها، مش جايباها إن أنا أعمل منها coleslaw ولا حاجة. لأ، أنا جبتها وشِلت منها القلب بتاعها، عملت منه coleslaw جنب الفراخ المشوية بتاعتي. حطيت كده كوبايتين من الزبادي، وعليهم كوباية برضه من الزبادي مايونيز، زي ما إحنا شايفين كده مع بعض. هاحط إيه تاني؟ معلقتين من العسل، معلقتين كده حلوين من العسل. ما عندكيش عسل، معلقتين من السكر. مش هنقول لأ والله ولا أي حاجة. معانا البدايل ومعانا التركات ومعانا الحركات. واللي مفيش بدايل عندك في حاجة قوليلي، واحنا ان شاء الله نقول على البدايل بكل حاجة. طبعا هندي بقى تقليبة حلوة كده، التقليبة المتينة بتاعتنا في الكول سلو بتاعنا، بطريقة سهلة وبسيطة بصراحة. الكول سلو حلو قوي. عشاق السلطة دي فين يا جماعة؟ شايفين الجمال؟ طبعا انا هنا بجيب من تحت لفوق ومن فوق لتحت عشان كله يبقى المايونيز والزبادي والعسل يبقى متشرب ببعضه، تقلبيهم تقليبة حلوة قوي. وبعدين تلم كده الجناب بتاعة البولة معاكي بطريقة سهلة وبسيطة. الله على الجمال يا جماعة. شايفين؟ شايفين. طريقة سهلة وبسيطة، مش معقدة. تعالوا بقى نحط حتتين فحم كده على البوتاجاز، وتعالوا نولع الفحم بتاعنا. طبعا حطيت حتتين فحم على البوتاجاز، وحطيتهم وسط الفحم، وقعدت بقى ايه اهف عليهم لما عيني خلاص ما عدتش شايفة. طبعا بقى هنحط الشبكة بتاعتنا، وهبتدي انزل قطع الفراخ بتاعتي. عايزة تحطيها في صينية وفي الفرن، الله على الجمال. عايزة تحطيها برضو زي ما انت على الفحم كده، برضو الله على الحلاوة. طريقة سهلة وبسيطة. والبهارات بتاعتنا متواجدة معانا، موجودة في كل بيت. والفحم كلنا دلوقتي اغلبنا بقى عنده شواية. ما عندكيش شواية مفيش مشكلة خالص، حطيها في الفرن هتطلع برضو واو معاكي. شايفين الالوان والروايح؟ انا مش قادرة اقولك. هنا بقى بسيبها تاخد وتدي، قفلت طبعا عليها الشبكة عشان تقلبيها على الناحيتين بطريقة حلوة وسهلة. اليوم سهل وبسيط ولذيذ. عايزة بقى تعملي جنبه رز، عايزة تعملي بقى عيش وسلطات، عايزة تعملي ايه اللي انت حباه. عايزة تعملي مثلا رز اصفر زي ما انت عايزة. طريقة حلوة وسهلة. وشوفوا الالوان معانا، انا كده بقلبها من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين زي ما احنا شايفين مع بعض. والروايح بقى مش قادرة اقولك، وريحة التتبيلة عاملة ايه. تتبيلة سهلة وبسيطة ومش معقدة. طبعا هنا خلاص كانت الفراخ بتاعتي استوت. تعالوا بقى هنجيب الصينية بتاعتنا. طبعا حاطين سلطة الكول سلو، وحاطين السلطة بتاعتنا اللي بالبصل والفلفل والخيار والطماطم وبالليمون كمان. وهنبتدي بقى نرش كده الرشة بتاعتنا. مطاعم يا جماعة، احنا اكل مطاعم. كأنك قاعدة في المطعم بتطلبوا اوردر فراخ مشوية واكل بدوي بقى. الله على الجمال. ترصي بقى الرصة بقى المتينة زي ما انت عايزة. شايفين الجمال؟ هنا روفان بنتي بتقولي المعالق وصلت. شايفين بقى هنا زينت بالليمون والسلطة بتاع الكول سلو والسلطة بتاعتنا البلدي وقرن الفلفل بتاعنا. طبعا التزيين طبعا بيرجع لينا، والتقديم برضو بيرجع لينا، بس احنا بنقدم افكار، وكل واحد وهو وراحته. الافكار هنا وطريقة التقديم زي ما احنا متفقين مع بعض ان العين بتاكل قبل البق. طريقة التقديم بتفرق جدا جدا معاكي في سفرتك، ايا كانت في عزومة او مع بيتك او مع اهلك او مع اولادك. هيحبوا الطريقة وهيحبوا الاكل لو انت مقدماه بشكل كويس. طريقة سهلة وبسيطة. هتقدري تعملي فرخة كذا قطعة بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة، وتتبيلة رائعة. اسيبكم بقى تتمتعوا بالالوان بالفراخ المشوية بطريقة سهلة.
إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جاي.